يا هلا ومية هلا بأحلى متابعين. اليوم وصفتنا بناء على طلب أحد المتابعات الغاليات هي البيتزا بطعم وشكل يجنن ويخبل. نبدي ونقول بسم الله. البيتزا مالتنا خلصت ما شاء الله، الريحة والشكل يعني كلش. أول خطوة هسه نسويها هو نسوي الخمرة مالتنا على مود نعوفها تتفاعل. ملعقة كبيرة خمرة، ملعقة كبيرة خمر، ملعقة مو كلش مليانة سكر نضيفها على الخمرة مالتنا. وهنا نصب المي مالتنا الدافي. مكونات العجينة مالتنا: ملح، ربع ملعقتين لبن رائب، وبيضة واحدة، وزيت نص قلاص. طبعا هي حسب هاي كل هالكميات حسب مقدار الطحين اللي عندكم، واكيد مي دافي مال للعجين يعني اسوي. هذا المقدار اللي قست بيه الطحين مالتي. هسه راح افرغ نص قلاص من الزيت، هذا كافي. عندنا كمية الطحين حسب عدد العائلة، يعني أنا هنا سويت 6 قلاصات كبار طحين لأن أطفالي كلش يحبون البيتزا. وراح أسويها قسمين، واحدة بالتونة والمايونيز، والثانية راح أسويها بالصوصج والكجب. تابعوا الخطوات وإن شاء الله تعجبكم الطريقة. هسه ضفت الخمرة مالتي، راح أضيف الملح، ربع زيت، بيضة. هسه هاي المكونات مالتي كلها راح اعجنها بمي دافي كل زين، واغطي العجينه مالتي وارجع لكم. هسه راح ابلش اعجن العجينه مالتي لحد ما تكون جوا ايديا طريه وهشه وما تلزق بالايد، معناتها العجينه مالتي نجحت. هنا أنا ما شاء الله عجينتي صارت تخبل. هاي يعني هسه انا اقلب بيها براحتي. وهسه هذا شكل العجينه مالتي بالقطنيه ومثل العلج صايره. هسه عندي مكونات الصلصه مالت البيتزا اللي طعمها يصير كلش طيب، يعني طعم احسن من مالت المحلات ب1000 مره. هنا أنا عندي طبعا اول شي راح اخلي الزيت. عندي خاشوقه من المعجون، 3 حبات من الطماطه، تريدون تفرموهم كلش ناعم تريدون تبرشوهن. وعندنا راس بصل واحد هم نفرمه ناعم على مود نحمسه. واهم مكون هو الكجب الحار. البهارات اللي راح استخدمها فقط فلفل اسود، ثوم مطحون، بصل مطحون، والملح. واذا يعجبكم تضيفون بهارات بابريكا حاره خشنه عاد اضيفوا، بس تعطي نكهه مال حروره. اي بهارات ثانيه ما تستخدمون. هنا ضفت البصل، راح اضيف المعجون، اضيف المعجون والكجب احمسهم شويه، اضيف الطماطم. هسه راح اضيف الطماطم. بنات اذا يعجبكم تضيفون فلفل بارد يعني اخضر تفرموه ناعم وتضيفوا اساسا هم يصير طعمها كلش طيب. يعني هسه انا ما عندي فلفل ما اقدر اضيف، يصير طعمها يعني مختلف ويعطيك نكهه طيبه. ضفت البهارات مالتنا. هسه راح اضيف شويه مي على مود تتسبك وتاخذ نكهات. هذا كلش كافي. راح اتركها على نار هادئه. هذا القوام اللي اريده. هسه راح اطفي النار عليه واتركه يبرد. الصلصة تبرد على راحتها وبعدين ابلش اسوي العجينة مالتي. التونة والفطر والنقانق. طبعا راح اسوي واحدة بالتونة وواحدة بالنقانق، واضيف المكونات اللي نحبها بالبيت. طبعا اطفالي اللي يحبون انه هاي شرائح الفلفل، البصل، الطماطة يحبوها خالي، ما يحبون الاضافات لانه انا الصلصة اسويها بايدي، فبيها تقريبا مكونات تغنينا عن هاي الخضار تخليها فوق البيتزا. يحبوها خفيفة وبس مجرد هاي المكونات. وحتى الزيتون يعني انا اخلي لهم اياه يوخروه من البيتزا يلا ياكلوا، هاي من ما يحبون الزيتون الشرائح. فانا اكتفيت بهذه المواد. بنات خطوة مهمة انه خليت مايونيز تقريبا خاشوقة مال كوب، يعني مو مال اكل. خليتها على التونة على مود تمنع الزفرة، هي ما بها زفرة، لكن انا جربت السردين قبل انطى الزفرة للبيتزا وبعد نهائيا ما استخدمتها. هسه التونة لا هي ما بها اي زفرة، لكن تعطي طعم طيب واخاف تصير زفرة فتمنع هذا الشيء. هنا عندي صينية كلش كبيرة
يعني تقريبا تعادل 4 بيتزات كبار كلش كبيرة. أنا راح أدهن الصينية بزيت، وراح أفرش العجينة مالتي وأقسمها قسمين، صفحة أسويها للتونة وصفحة أسويها للنقانق. أنا هنا مديت العجينة مالتي وراح أثقبها من فوق، واخلي حبة السوداء، حبة البركة. طبعا انا جربتها، هو ما حد يعني قايل لي بيها او شايفتها على اليوتيوب او باي مكان، لكن انا جربتها وانت الطعم كلش طيب للعجينة مالت البيتزا. جربوها. من هاي الصفحة صارت البيتزا مال التونة، ومن هنا مالت النقانق. هسه راح ندخلها الفرن ونطلعها. قبل ما نطلعها ب3 دقائق نضيف الجبن واي شيء تحبون تزينون بيها عادي. 20 دقيقة ضبط طلعتها من الفرن، بس مجرد ما اضيف الجبن. طبعا راح اضيف هاي الجبن رامك الدنماركية، وهي اضبطها جبنة مرسين، يعني احسن انواع الاجبان، تكون مطاطية والطعم بعد اطيب. هسه راح اضيف الجبن. هسه ضفت الجبن على وجه البيتزا وراح ارجعها للفرن. البيتزا مالتنا خلصت ما شاء الله، الريحة والشكل يعني كلش يسوي واهس للأكل.